السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعد لي مساكم بكل خير وصباح الخير دي إكسن، صباح النشاط والحيوية والأمل المتجدد. سافرنا 6 ساعات من ولاية كوالالمبور إلى ولاية بينينغ، ولكن نعيش النشاط والحيوية والمتعة لأننا نتمتع بمناظر جميلة جدا. أتكلم عن دكتورة متميزة، دكتورة رائعة، دكتورة حبها جميع شركائها وشركاتها في دولة مصر الحبيبة. دكتورة نفتخر وأفتخر أنا بشدة أنها من شركائي المتميزين المتألقين النماذج الناجحين من وصلوا إلى رتبة الماسية. إنها الدكتورة فاطمة أحمد. دكتورة فاطمة، هنا مكانش. هذه المناظر الجميلة وهذه الأماكن الفاخرة وهذه الأجواء الخلابة وهذه السعادة اللي نعيشها نريد أن تعيشيها أنت معنا العام القادم. في معانا هذه الرحلة من أبناء مصر متواجدين، عبد الله الإدريسي وغيرها من الأشخاص، وأنت تستحق القمة وأفضل. أنت ليس نجمة، ليس ماسية فقط، أنت سفيرة ملكية، وستكون يوما ما من أفضل السفراء الملكيين. تركيز أكثر، التزام أعلى، جهد أكبر، وسنصل. وعندما نصل كل الآلام والتعب اللي مررنا بها في طريق النجاح كلها تنسى، لأننا نعيش لذة النجاح ولذة الإنجاز. وفقكم الله، وأنا رب وأراكم العام القادم في هذه الأماكن الجميلة. دكتورة فاطمة، أنت وجميع الشركاء لهم مني كل التحية والتقدير والعرفان والاحترام. الدكتور محمد الظن، الأستاذة فاطمة الحسيني والدكتورة فاطمة الحسيني، الأستاذة خديجة، الأستاذة بنت عباس، وغيرهم كثير. فريقش في تركيا، وفريقكم في مصر، وفريقكم في هولندا، وفي جميع دول العالم، لهم مني كل التحية، وأراكم على القمة، مكانكم الطبيعي مع هذه الشركة المتميزة والرائعة.